one. الحسن الثاني، الملك الذي حكم المغرب طوال 38 سنة. اتخذ الحسن الثاني من العلب الليلية فضاء للمرح والرقص، وعندما كان ينتهي من أشغاله كان يفاجئ الحرس الخاص برغبته في الخروج إلى السهر. كان يعتبر نفسه أميرا عصريا ومتحررا يتجاهل البروتوكول، ومعجبا بالثقافة الفرنسية. يشير بوريغات ضابط المخابرات السابق كان الحسن الثاني يرفه عن نفسه بأجواء الموسيقى والظلمة والأضواء، وهو الذي حاول أن يدخل إحدى العلب الليلية بأمريكا ومنع لسبب غريب. وهي القصة نفسها التي يؤكدها الكاتب الفرنسي إنياس دال في كتاب يحمل عنوان الحسن الثاني بين التقاليد والحكم المطلق. حكاية مثيرة وقعت أحداثها سنة 1956 بأمريكا. تفاصيل حادثة تعرض لها ولي العهد آنذاك الحسن الثاني حين منعه فيدورات إحدى العلب الليلية الأمريكية من الدخول بسبب لون بشرته. واقعة أخرى وهذه المرة بالمغرب. عندما منعه الفرنسيون من دخول ملهى. يتذكر مدحت بوريغات الذي كان مكلفا بتأمين حماية كل مكالمات الأسرة الملكية داخل القصر وإلى شاطئ تمارا، حيث كان هناك ملهى شبيه بكباريه تديره فرنسية اسمها مدام روسي، وكان ممنوعا على المغاربة. مرة سمح لبوريغات بالدخول ومنع الأمير مولاي الحسن. يتذكر مدحت بوريغات كيف كان مولاي الحسن يخرج للتجول في سان جيرمان بفرنسا. كان كثير المزاح، خفيف الظل، مرحا، وحريصا على عدم إظهار هويته الحقيقية. يكشف الاتحادي محمد الحبابي أحد مؤسسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحسن الثاني كان يرافقهم إلى أحد مراقص مدينة إفران، وكان يرقص معهم رفقة فتيات فرنسيات أغلبهن بنات حراس سجن إفران، لأن أغلبية الاتحاديين الذين تلقوا تدريسهم بفرنسا تزوجوا بفرنسيات بالنظر إلى الانفتاح الذي عاشوا خلال فترة الدراسة بباريس. يشير الراحل محمد مجيد الفاعل الجمعوي في حوار مع المساء أنه كان يملك فندقا يدعى لاسيندا في مدينة أكادير،
مرة تلقى اتصالا هاتفيا من مولاي أحمد العلوي وزير القصور والتشريفات والأوسمة. قال له: إن الملك سيأتي لتناول وجبة العشاء في فندقك. مولاي أحمد العلوي اشترط أن يكون الحسن الثاني لوحده دون زبائن آخرين. قبل أن يجلس الملك حول المائدة سأل عن جميع العاملين قبل أن يمنحهم غلافا ماليا وزعوه فيما بينهم. الغريب أن مالك الفندق فوجئ وهو يرى الملك يصل على متن سيارة من نوع فيات صغيرة. خلال بعض جولاته وهو ولي العهد كانت ترافقه في سهراته الليلية ممثلة سينمائية فرنسية. كان مولاي الحسن في مدينة كان سنة 1956، وهناك التقى إتشيكا شورو ممثلة سينمائية صاعدة كانت في غاية الجمال، فوقع تحت تأثير سحرها. وصار الأمير والحسناء يلتقيان يوميا ويتجولان في منطقة لاكروازيت داخل سيارة الأميرة المكشوفة من نوع شيفروليه. كان الأمير يسهر كثيرا مع إتشيكا حيث قضى أياما سعيدة، فصل بينهما العرش، فالحكم والتقاليد لا يعترفان بعلاقات الحب بين فرنسية مسيحية وملك عربي مسلم. Pas encore, non. Mais ça fait quand même 6 mois. Oh, évidemment, on ne peut pas dire que vous me faites la conversation. Mais enfin, vous m'avez souvent dit « fous-moi le camp » ou « qu'est-ce que c'est que cette petite gourde ?» Ah, ça, vous êtes très mal élevé. Oui, ça va. الحسن الثاني كان مفتونا بساحة جامع الفنا بمراكش، وحسب المصادر فقد ألهمته هذه الساحة في عز تعلقه بالسهرات والحفلات إلى أن يحولها إلى ملهى ليلي للفقراء. ويكشف مصطفى النكير الطباخ السابق للملك الراحل حسن الثاني في حديث صحفي أن الحسن الثاني كان ينظم ساحة شبيهة لفضاء جامع الفنا لفائدة حريم القصر، وأنه كان يريد أن يحولها إلى ملهى ليلي للفقراء. One